المخرقه ديالنا من بعد ما قليناها وعسلناها. هانتوما شفتوا. بالنسبه للمخرقه اللي غادي نخدموا اليوم، مخرقه باللوز او الشباكيه باللوز. المقادير اللي عندي 2 كيلو ديال الدقيق الابيض الممتاز مغربل، وعندي كاس كبير من اللوز محمر ومطحون، مع 2 كيسان من الزنجلان كبار محمرين ومطحونين على هذا الشكل. هذا كيولي بحال البخاليني ديال اللوز وديال الزنجلان. عندي كاس من ماء الزهر كبير فيه زعفران شعره اولا الضامه. انا درت الزعفران والنص تاع ضامه باش يعطيني اللون. عندي هنا خماره، رشه ديال الملح، 2 ملاعق كبيره من القرفه بلديه مطحونه ومغربله تكون ناعمه. بالنسبه لليانسون او النافع، عندي النافع البلدي والنافع الرومي 3 المعالق كبار مطحونين ومغربلين باش يكون ناعم كيف ما شفتوا، ما يكونش فيه العود باش ما تجينيش العجينه حرشه تقطع. عندي 2 ملاعق كبيره من حبه الحلاوه مطحونه ومشوطه او مغربله رقيقه. هنا عندي ملعقه صغيره مملوءه من المسكه الحره. عندي نصف كأس صغير من الخل. عندي 2 كيسان من الزيت البلديه. هنا عندي 400 غرام من الزبده مذابه، ما يعادل 2 كيسان كبار من الزبده مذابه. طريقه كنديروا النواشف كلها مع الدقيق. في آنية كنديروا الدقيق المغربل، كنضيفوا عليه النواشف، من حبة الحلاوة، النافع البلدي والرومي مطحونين ومغربلين رقاق، القرفة بلدية، الملح، المسكة حرة، خمارة، وكنخلط الكل. حتى كيتخلطوا ليا العناصر كامله. ممكن اننا ندوزهم في الغربال 2 مرات ولا 3 حتى ينسجموا العناصر كلها، هذوك المنسمات مع الدقيق. كنديروا واحد الحفره في الوسط، حفره كبيره في الوسط، وكنديروا الخليط ديال اللوز والزنجلان اللي طحنا، كنضيفوا عليه زيت الزيتون 2 كيسان، كنضيفوا الزبده المذابه، كنخلطوا هاد العناصر، ما نخلطوش مع هاد الدقيق، كنخلطوا هذاك البخاليني ديال اللوز وديال الزنجلان مع الدهون باش يتحلل لينا مزيان ويعطي المفعول ديالو. ملي نبداو نخلطوا في الدقيق ما تجيناش جهه فيها اللي قائمه والقوام وجهه ما فيهاش، لان عجينه المخرقه ماشي هي عجينه العجينه عاديه غنبقاو نزيدو في الماء ونعجنو وندلكو. هاد الطريقه باش تخلطوا العناصر كامله.
من بعد ما تخلطوا لينا هاد العناصر الدهنيه، غادي دابا نرملوا الدقيق بهم، نخلطوا الكل ونعركوا هذاك الدقيق حتى يترمل لينا بهاد المكونات باش تجينا المخرقه مبسسه ومعلكه، ما تجيناش من بعد ما تبسس لينا الدقيق بالدهون غادي نضيفوا الزعفران والخل. الزعفران اللي رقدناه في ماء الزهر حتى تحلل، كنضيفوا الخل وكنكملوا العجن ديالنا بالماء عادي. كيف ما شفتوا القوام ديال العجينه كيكون رطب. الان غادي ندلكوها. هاد القياس تاع الخلطه خدا لينا 3 الكيسان تاع الماء زائد كاس ديال ماء الزهر زائد نصف كاس ديال الخل. القوام هانتوما شفتوا ما قاصحش وما مرخوفش بزاف. غادي ندلكوا العجين ديالنا ونديروه كويرات ونخلوه يرتاح. من بعد ما دلكنا العجين كنديروهم كويرات ونغطوهم بالبلاستيك ونخلوهم يرتاحوا حتى كنكملوا الكرات كاملين. من بعد ما ارتاحت لينا العجين كنورقوها على سمك اللي هو رقيق جدا، وكنطويوها على شكل رغيفه ونخليوها حتى ترتاح. نكملوا العجين كامل بنفس الطريقه. من بعد ما كيرتاح لينا العجين كنرجعوا للعجينه الاولى او الرغيفه الاولى وكنبسطوها بسمك اللي هو رقيق جدا باش ما تجيناش المخرقه غليظه ومعجنه من الوسط ما يدخلهاش الطياب. كنورقوا العجين يكون رقيق باش المخرقه تجينا معلكه وتجينا مبوقه في هذوك الفقاعات. اللي بغى يستعن بهذا المرشل راه تا هو كيسرع الخدمه. اولا يدير الجراره.
3 4 5 6 كنقطعو. كيعودوا عندي 6. كنهز هاد الجوج وكنحطهم فوق هاد الجوج، كنعاود نحطهم فوق هاد الجوج، يعني كيولوا عندي 3 فوق 3. كنقلبها وكنفتح وكندفع الريوس، وكتجيني شباكيه بهذا الشكل هذا حتى كنكمل الحلوى ديالي او العجين ديالي كامل. من بعد ما شبكنا المخرقه ديالنا نتوما شفتوا، غادي ندوزو باش نقليو المخرقه. هنا عندي الزيت، كما شفتوا المخرقه ديالنا كنديروها في الزيت سخونه. كتجي قياس واحد، معلكه وطيبه من الوسط، وفيها واحد معلكه وفي نفس الوقت فيها واحد القرمشه. والمذاق راه ملي غتجربوا غادي تعرفوا وتحكموا وتخلوا ليا التعاليق ديالكم وتكثروا من اللايكات وتشاركوا في القناه. اللي كيزور القناه ديالي لاول مره شاف نفيسه يفعل الجرس باش يوصلوا الجديد، وبارطاجيو القناه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده.